اللي بيميز بوتاجاز اريستون او بيلت ان اريستون عن اي بوتاجاز تاني، وليه دايما الفئه السعريه بتاعت الاريستون بتكون غاليه؟ ده اللي معانا مسطح بيلت ان ده اريستون. ده طبعا ده ازاز، في ناس بتحب الازاز جدا عشان سهل التنظيف وشكله شيك في المطبخ كمان. طبعا الازاز بتاعه 8 مللي قلنا وسميك جدا، فهو هيستحمل حراره. لو جينا شفنا الشعلات هتلاقي الشعلات كلها شركه سيباف او شركه ديفنداي. نشوف مع بعض كده الشعلات. عندنا الحساس وعندنا الفواني وشفناها والاشعال اهوت، وفي عازل ما بين الازاز وما بين الشعله. هتلاقي في طبقه العازل اللي هي اللي تاخد طبقه زي الزهر ديت اللي هي الصاج ديت، فبتعزل الحراره كمان. لو شغلنا كده هتلاقي النار بتاعته جميله جدا وسهله جدا. بص النار عامله ازاي، زرقاء وحلوه، فدايما بتلاقيها مميزه شويه. طبعا البوتاجاز الفئه السعريه بتاعته بيكون غاليه، لان البوتاجاز ده ايطالي مستورد طبعا اريستون، فتلاقيه غالي شويه. طبعا تقفيل جميل وزيت نظيف وشكله شيك وهيستحمل معاك، بس انت حافظ عليه. لو جينا شفنا بقى العين نفسها والاكرة نفسها، تبدا بدرجات معاك من اول 9، وبتبدا تقل معاك لحد درجه واحد، وايه تقل خالص اللي هي الواطي، درجه الواطي بتاعنا. لو شلنا الاكرة كده، شوف الاكرة فبر وجميله، وتحت منها تلاقي طبقه جوان عشان برضو الزيوت والدهون ما تخشش جوه البوتاجاز وتصدي جوه حاجه، لان تحت منه صاج برضو كده عشان ما تصديش. كل واحده هتلاقي على رسمتها، بيرسم لك 5 عيون، وكل واحده مربع ده اللي هو عليه رسمته. ده معانا ملخص مسطح البلتين، ومعانا الفرن ان شاء الله.